بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة اليوم التاني من عمر البط. معادنا النهاردة مع الأدوية المهمة اللي احنا هنحضن عليها البط. أدوية مهمة هنتفادى بها مشاكل كتير ممكن تحصل عندنا في البط فيما بعد. امبارح انا اتكلمت في الفيديو بتاع امبارح عن اول 24 ساعة من عمر البط، وقلت على 3 سقوات مهمين هننزلهم للبط، لان البط في اول يوم ده مش بياكل كويس. السقوات دي مفيدة جدا وهتعوض البط عن عدم الاكل اللي هو بياكله. طبعا معروف ان البط بيحب يشرب مية كتير، فعشان كده السقوات دي مهمة، هتعوض البط عن عدم الاكل وهتساعد البط على النمو بشكل كويس. مهمين جدا في الاستقبال ان نهتم بالبط من اول يوم. وقلت كمان على الأدوية المهمة اللي احنا هنحتاجها طول فترة الدورة. انا هسيب لكم رابط الفيديو بتاع امبارح في صندوق الوصف للي ما شافوش. النهارده هتكلم عن الأدوية اللي احنا هننزلها. زي ما انتوا شايفين البط، شايفين انا عملت ايه. انا حطيت الصينية دي للبط، جبت صينية واسعة شوية عن السقاية اللي بيشرب فيها البط. زي ما انتوا عارفين ان البط بيحب يهدر مية كتير حواليه، والصينية اللي انا حطيتها دي هتقلل هدر المية عن اما نكون حاطين السقاية كده على طول باستمرار البط ينزل ويشرب منها. بالنسبة بقى لموضوع الليونة اللي حوالين اللي بيكون في الفرشة حوالين المية، بلاش ان احنا نسيبه تحت البط لانه بيعفن ويعمل ريحة مش كويسة ويربي ديدان. يفضل ان احنا نلم الجزء اللي هو بيكون مبلول مية، ممكن ان احنا ننشفه النشارة او التبن اللي احنا لميناها دي نحطها في الشمس لما تتنشف وتتطهر. ممكن كمان ان احنا نرجعها تاني نفرشها تحت البط، مفيش اي مشكلة. لو البط بقى عمر كبير وعامل كده اخراجات كتيرة، الطبقة اللي من فوق دي اللي هي بتكون فيها الاخراجات الكتيرة ممكن ان احنا نشيلها ونرميها، وباقي التبن ننشفه ونرجعه تاني عادي، مفيهوش اي مشكلة. بالنسبة بقى للأدوية اللي هنزلها النهاردة، شلنا اخر سقوة من السقوات اللي اتكلمنا عنهم امبارح. هننزل سقوة الفلوريكول المضاد الحيوي اللي هو اسمه فلوريكول. انا هكتب لكم اسماء الادوية على الشاشة علشان اللي ميكونش يعرف الاسماء يعرف. الفلوريكول هينزل منه 1 سنتي على لتر المية، هيفضل قدام البط 8 ساعات. هنحط للبط يا جماعة مية قد المية اللي هو هيستهلكها علشان نوفر في الأدوية وما نستهلكش مية كتير. يعني البط عندي بيستهلك لتر مثلا في ال8 ساعات دول، هحط لتر. هيستهلك نص لتر، احط نص لتر. الفلوريكول هينزل منه سنتي على اللتر. ده اول 8 ساعات. بعد كده هجيب بعديه المضاد الحيوي المعوي والتنفس، زي مثلا انا قلت الفيديو اللي فات التيلوزين والكوليستين. هناخد نصف جرام من التيلوزين، نصف جرام من الكوليستين، وهننزلهم مع بعض على لتر المية. دول برضو هيفضلوا قدام البط 8 ساعات. طيب ال8 ساعات التانيين من اليوم هيبقوا ايه؟ هيبقوا ينسون. هنجيب ينسون نغليه وناخد منه حوالي 8 أو 10 سنتي منه على اللتر المية. اليانسون مهم جدا ومفيد للأمعاء والجهاز الهضمي، هيساعد معنا على الهضم. هنستمر على المضاد الحيوي ده كده 3 أيام، وبعد ان شاء الله ال3 أيام دول ما هيخلصوا هنبتدي في علاج تاني، وهنعمل خلطة كويسة هننزلها للبط علشان تفتح شهيته كده وترفع وزنه. هنهتم بالبط يا جماعة من أول أسبوع، مش هنسيب البط كده لحد لما يكبر معانا. البط خفيف، البط مش مدينا وزن، لا إن شاء الله هناخد وزن من أول بداية ما احنا هنبتدي نربي البط. بس امشوا معايا كده على البرنامج من اول يوم لحد لما ان شاء الله عمر الذبح هناخد باذن الله اوزان كويسه. والادويه اللي احنا هنتكلم عنها والحاجات اللي احنا هنقول عليها هنتفادى بيها مشاكل كتيره ممكن تحصل معانا في البط، زي ما انتوا عارفين مشاكل الافتراس والاسهالات والكساح. ده كده كان فيديو النهارده، ميعادنا ان شاء الله مع الفيديو الجاي. بس اوعى تنسى اللايك والاشتراك. مع تحياتي طيور نور.